في 3 علامات لو ظهروا عليك اعرف إن في شخص معين بيفكر فيك في لحظتها وفي ساعتها. طب إيه هي العلامات دي؟ والمفروض أنا أتصرف إزاي لو لقيت العلامات دي؟ كل ده هنعرفه في الفيديو ده، يا ريت تشجعوني على أنت بتقدروا لايكات كتير جدا جدا جدا. أول علامة وهي إنه يخطر على بالك بدون مؤثر خارجي. يعني إيه بدون مؤثر خارجي ده؟ على سبيل المثال أنت راكب مواصلات، لقيت نفسك سمعت أغنية، الأغنية دي فكرتك بالشخص ده، تمام؟ ساعتها أنت افتكرت وجه على بالك بسبب وجود مؤثر فكرك بيه. ولكن الفكرة هنا إن أنت تبقى قاعد في أمان الله، حتى لو مشغول، حتى لو بتتكلم، وتلاقي الشخص ده خطر على بالك بدون أي حاجة تفكرك بيه. اعرف ساعتها ان ترددات افكاره القويه وصلت لك بالظبط زي ما في جهازين موبايل، تمام؟ ممكن يتواصلوا مع بعض عن طريق البلوتوث، فالجهاز بيدور على اسم الجهاز في الجهاز التاني، وهكذا الموضوع بشكل عميق، تمام؟ تاني حاجه وهي ان تشوف اسمه بيتكرر كتير، ومش بس اسم بيتكرر، لا انت بتشوف اشارات غريبه، مثلا كانك بتشوف اعلانات مثلا موجوده في الشارع في كل حته راجع لك، علامات اللي هو يعني كلمات بتفاصيل معينه انت اللي هتحس بيها، هتحس ان لأ مش صدفة إن أنا أشوف الاسم ده أو أشوف الحاجات دي. ده برضه علامة مهمة جدًا إن الشخص من كتر أفكاره تجاهك أو مشاعره تجاهك بدأت تلاقي كل حاجة بتدل إن هو بيفكر فيك، أو تحس إن هو محاوطك في كل مكان، والتفاصيل دي مش بتبقى صدفة إطلاقًا. تالت علامة وهي مهمة جدًا إنك تحلم بيه، تحلم بيه فجأة، ولو حلمت بيه أحلام متكررة كتير ورا بعض اعرف ساعتها إن دي أفكار من عقلك الباطن، مش بالضرورة تكون أحلام، ولكن لما تحلم بيه بين فترة والتانية اعرف ساعتها إن من كتر تفكيره تجاهك وصلت لك أفكاره ومشاعره على هيئة حلم، تمام؟ واستنوا إن شاء الله جزء تاني هاكلمكم فيه عن حتة ظهور الأسماء المتكررة ونفسرها بشكل أعمق. باحبكم جدًا.